باعتبار انا مار بثلاثه بكالوريوس، يعني 3 صنوف ما الطيران شاء الله. والهندسه والعلوم الاسلاميه، صارت عندي خبره ودائما انقلها الى شبابنا. وكنت انا ادرس في الجامعه، فكنت انقل هاي الخبره الى طلابي، ان العقل البشري له طاقه ما يقدر يستوعب كتاب باسبوع. للاسف الشديد شبابنا قبل الامتحانات يبدي يركز بشكل قوي على الدروس، يعني التحضير ويبدي اليومي. يبدي يحط له بدل 3 ايام للعربي، اسبوع للفيزياء، للكيمياء. هذا خطا. ليش؟ لان العقل له طاقه ما تحمله اكثر من اللازم، يقول لك ميموري اوفر فلو، ينعس. بعدين هاي الترتيب هيك امور والدراسه بهالشكل هذا كانك بالضبط مثل ما عندك كنتور بالبيت وملابسك مخبوطه خبط، فحتى تطلع لك فانيله او تطلع لك قميص تتعب تدور فعلا. بينما الترتيب بمعنى انك انت شنو التحضير اليومي؟ التحضير اليومي ضروري. نصيحتي لاولادي هسه اللي بعد عندهم امتحانات وطريقه قراءه انتهى الموضوع، احنا نحكي على الناس الجدد الجايين. كل ماده، طبعا انت باليوم بالجدول ما عندك اكثر من 4 دروس 5 دروس مثلا عندك فيزياء كيمياء رياضيات، من ترجع للبيت تاخذ استراحه للبدن، النوب تقعد شكل اللي اخذته، اي فصل تممته يجب ان تحل مسائله وتدرك كل التعاريف الموجوده. النوب تسولفه مع نفسك، يعني انت اعتبر نفسك مدرس وجاي تطي الماده هذه. اذا عندك اشكال بمساله او كذا كنت حتى ترجع لاستاذك ثاني يوم تحله، فيوم بيومه ترتب امورك حتى بالامتحانات ترتاح. انا طبيعتي قبل الامتحان العب، يعني اشاهد فيلم، اطلع ويا اصدقاء، اصلا ما اهتم. ضغوط قليله يعني تخلي ضغوط. ليش؟ لان بس اقلب كلها قاريه وكلها انا بحاله يوم بيومه، فلا تؤجل عمل اليوم الى غد.